مدينة كاملة بتصحى الصبح عادي جدا، ناس نازلة شغلها، أطفال بتلعب، أسواق مليانة زحمة، ولا حد فيهم عنده أي فكرة إن اليوم ده هو آخر يوم في حياتهم. مدينة بومبي واحدة من أجمل وأغنى مدن زمان، كل حاجة فيها كانت ماشية بشكل طبيعي جدا، لحد ما في لحظة كل حاجة اتغيرت. الجبل اللي كانوا شايفينه كل يوم ومش حاسين بخطورته طلع مش مجرد جبل، ده بركان اسمه جبل فيزوف. وبركان لما قرر يصحى مداش اي فرصة لحد، وفي ساعات قليلة السما اسودت، الهوا بقى خانق، والمدينة اللي كانت مليانة حياة بقت مليانة صراخ وبعدها سكون مرعب. اللي حصل في مدينة بومبي مش بس كارثة، ده كان لحظة الزمن وقف عندها، ناس ماتت وهي بتحاول تهرب، وناس تانية ملحقتش تفهم اصلا هو ايه اللي بيحصل. والاغرب ان المدينة دي فضلت مدفونة مئات السنين لحد ما اتكشفت تاني، وطلع ان كل حاجة فيها محفوظة، كأن الزمن قرر يسيب لنا القصة زي ما هي. في الفيديو ده هنرجع لليوم اللي حصلت فيه الكارثة، هنشوف ايه اللي حصل بالظبط، وازاي مدينة كاملة اختفت في ساعات وسابت وراها سر لحد النهاردة بيخلي اي حد يسمعه يقشعر. في القرن السادس أو القرن السابع قبل الميلاد، اللي حط أول حجر أساس في مدينة بومبي كان شعب اسمهم الأسكانيين، ودول ناس من وسط إيطاليا. اختاروا مكان عبقري عشان يبنوا مدينتهم، لأن المكان ده كان مفترق طرق مهم جدا بيوصل بين مدن تانية، وكمان كان ميناء آمن جدا استخدموا البحارة اليونانيين والفينيقيين. والمدينة دي كانت زي التورتة اللي الكل طمعان فيها، شافت شعوب وأجناس كتير، ودول سابوا بصمتهم. وعلماء الآثار لقوا ليهم نقوش في مقابر هناك بترجع للقرن السادس قبل الميلاد. وكمان اليونانيين اللي سيطروا عليها فترة عن طريق مستعمرة قوماي بالتحالف مع سيراكيو، والسمنت دول بقى اللي غزوا المدينة في القرن الخامس قبل الميلاد، وهم اللي كبروا المدينة وغيروا شكل عمارتها تماما. وبعد كده الرومان. بومبي في البداية كانت ماشية مع الرومان حبايب وحلفاء ومحافظة على لغتها وإدارتها، لكن بعد كده حصلت مشاكل وحروب، وفي سنة 89 قبل الميلاد حاصرها القائد سولا لحد ما استسلمت وبقت رسميا مستعمرة رومانية، وسكن فيها العساكر الرومان القدامى، وبقت ممر تجاري رئيسي للبضائع اللي رايحة روما. وعشان المدينة تعيش وتكبر اهتموا بالبنى جدا، فبنوا معبد أبولو في القرن الثاني قبل الميلاد، والمعبد ده كان من أهم المباني الدينية في المدينة. ووصلوا المية لمدينة بومبي عن طريق قناة اسمها أكوا أغوستا، بناها واحد اسمه أغريبة ده كان من أهم القادة والمهندسين الرومان، وكان هو العقل المدبر ورا مشاريع البنية التحتية العملاقة في عصر الإمبراطور أغسطس. حوالي سنة 20 قبل الميلاد قرر أغريبة إنه يبني قناة مية ضخمة في منطقة نابولي، ما كانتش معمولة عشان بومبي لوحدها، دي كانت خط رئيسي بيغذي مدن تانية كتير وكبيرة واصلة لحد القاعدة البحرية في مزنيم. وبومبي خدت وصلة أو فرع من الخط الرئيسي عشان يغذيها بالمية العذبة. وعشان المية تتوزع صح جوه المدينة، الرومان بنوا حاجة اسمها كاستليم، ودي زي قلعة أو خزان مية ضخم موجود في بومبي ولسه حالته كويسة جدا لحد النهاردة. والقلعة دي كان فيها تفاصيل عبقرية بتبين ازاي كانوا بيوزعوا المية وبيراقبوا حركتها وشبكة التوزيع كلها. والموضوع ده كان مهم جدا لأن بومبي في الوقت ده كانت بقت مستعمرة رومانية مهمة وممر تجاري رئيسي للبضائع اللي رايحة روما، فكان لازم يكون فيها نظام مية متطور يليق بوضعها. بومبي كانت مدينة مودرن جدا بمقاييس زمنها، شوارعها كانت مرصوفة بالحجارة ومنظمة، وكان فيها أكتر من 25 نافورة مية في الشوارع عشان عامة الشعب. والحمامات العامة في مدينة بومبي ما كانتش مجرد مكان للاستحمام فقط، دي كانت نادي اجتماعي فخم، الناس كانت بتروح هناك تسترخي وتدردش وتخلص صفقات تجارية. ومدينة بومبي كانت مركز تجاري مهم بسبب مينائها المتطور، والأرض هناك كانت ذهب لأن بركان فيزوف خلى التربة خصبة جدا ومعادنها كتير، فكانوا بيزرعوا العنب والزيتون ويطلعوا 4 محاصيل في السنة الواحدة. أما بالنسبة للترفيه عندهم، فكان الترفيه المفضل عندهم هو مصارعة الموت بين البشر والحيوانات المفترسة، وكان الأثرياء بيستمتعوا جدا بالمشاهد الدموية دي. أما البيوت كانت عبارة عن معارض فنية جدرانها متزينة برسومات ملونة وفسيفساء بتصور الأساطير الرومانية وقصص الآلهة زي فينوس وهرقل.
أما الحياة الاجتماعية فما كانتش ورد للكل، كان فيه فرق طبقي ضخم بين الأثرياء اللي عايشين في فيلات وبين العبيد اللي كانوا بيتعاملوا بمنتهى القسوة والإهانة. والعلماء لقوا بقايا عبد كان مربوط بسلسلة في الحيطة ومات وهو في مكانه لأنه معرفش يهرب وقت الكارثة. جبل فيزوف ده ما كانش مجرد جبل عادي، ده البعبع بتاع أوروبا القارية، لأنه البركان الناشط الوحيد هناك وليه هيبة تاريخية وجيولوجية مرعبة. بالنسبة لتكوينه فالجبل ده عجوز جدا وعمره حوالي 25,000 سنة، وموجود في منطقة نابولي بإيطاليا. بيسموه بركان طبقي لأنه فضل يبني نفسه طبقة فوق طبقة من الرماد والحمم على مدار آلاف السنين. والسر في خطورته هي مادة السيليكا، المادة دي بتخلي الحمم تقيلة ولزجة فبتسد فوهة البركان وتتحبس الغازات تحتها، وأول ما الضغط ينفجر بيعمل كارثة، مش مجرد لافا ماشية على الأرض. واللافا دي معناها الحمم البركانية أو نافورة النار. والعلماء اكتشفوا إن مدينة بومبي اتبنت فوق طبقة قديمة جدا من الحمم البركانية، يعني الأرض اللي مشى عليها الناس كانت نتيجة ثورات بركانية حصلت قبل التاريخ. ولما حفروا تحت مستوى سنة 79 ميلادية لقوا 3 طبقات من الرواسب مخلطة بعظم حيوانات وشظايا فخار ونباتات. والطبقات دي بتقول إن المدينة شافت بلاوي في القرن الثامن والسادس قبل الميلاد، وكمان في القرن الرابع والثاني قبل الميلاد. العلماء بيعتقدوا إن دي كانت نتيجة زلازل قوية أو سيول طينية مدمرة خلت الأرض تنهار. في يوم 24 أغسطس سنة 79 ميلادية هي دي اللحظة اللي خلت بومبي تدخل التاريخ من أوسع أبوابه، بس للأسف كانت بوجع وألم. زمان كنا فاكرين إن الموضوع خلص بسرعة، لكن الأبحاث الجديدة بتقول إن الثوران استمر من 19 ل 32 ساعة وشهد 17 تيار بركاني مدمر. البركان بدأ يسخن من الساعة 12 الظهر وفضل شغال لحد الساعة 8:05 مساء اليوم اللي بعده. الرماد والغاز وصل لارتفاع 34 كيلو متر، يعني 3 أضعاف ارتفاع طيران الطيارات اللي بنشوفها النهاردة، ورمى حوالي 8 كيلو متر مكعب من الحطام. الكمية دي كفيلة انها تدفن مدينة زي منهاتن بالكامل تحت 130 متر ردم. من الظهر لحد الفجر البركان كان بيمطر حمم ورماد وصلت سمكتها ل 270 سنتيمتر، وده اللي خلى أسطح المنازل تقع على الناس اللي مستخبية جواها. الساعة 7:06 مساء بدأت التيارات البركانية الحارقة وفضلت تضرب المدينة كل 80 دقيقة طول الليل. أما الضربة القاضية فكانت في اليوم الثاني الساعة 7:07 الصبح، حصل انفجار فتاك وتيار بركاني سريع جدا ومجنون استمر 9 ساعات غطى 25 كيلومتر، وده الوقت اللي مات فيه نص ضحايا بومبي وهم بيحاولوا يهربوا في الشوارع. الساعة 4 العصر البركان اتفاعل مع المياه الجوفية وزادت قوته الانفجارية أكتر، بس الطبقة دي ما لقوش فيها جثث، وده معناه إن ما كانش فيه حد لسه عايش أصلا في المدينة في الوقت ده. بيحكي شاهد عيان اسمه بلينيوس الأصغر، بيقول إن الناس شافت سحابة كبيرة جدا وضخمة ووصفها بإنها شبه شجرة الصنوبر طالعة للسما كأنها جذع ضخم وبيتفرع لأغصان. بلينيوس بيوصف حال الناس وبيقول إن الناس ما كانتش شايفة بعضها من كتر الرماد والضلمة، ما كانش مسموع غير صراخ الستات وعياط الأطفال وزعيق الرجالة. الناس كانت بتنادي على أهاليها وبيحاولوا يعرفوا بعض من صوتهم بس، لأن الدنيا كانت سواد كاحل. الرعب وصل لمرحلة إن فيه ناس من كتر الخوف كانت بتدعي بالموت عشان تخلص من العذاب اللي هي فيه، وناس تانية حست إن دي الليلة الأخيرة في عمر العالم، وده خلاهم فقدوا الأمل في أي نجاة، لأن السما ما كانتش بتمطر مية، السما كانت بتمطر صخور ورماد تقيل جدا لدرجة إن الناس كانت بتغرق وهي ماشية في الشوارع من كتر الحطام المتراكم والرماد اللي كتم أنفسهم. فبالتالي اللي ما ماتش محروق مات مخنوق. بيحكي بلينيوس عن عمه بلينيوس الأكبر، وده كان راجل شهم وكان قائد الأسطول الروماني، وبيقول إنه حاول ينقذ الناس بسفينته لكن البحر كان بقى مستحيل المشي فيه من كتر الردم والصخور، وللأسف مات هناك في ستابيا. وقبل الكارثة الكبيرة دي ب17 سنة، سنة 63 ميلادية، حصل زلزال عنيف جدا دمر أجزاء كبيرة من المدينة. الناس وقتها بدل ما تخاف وتسيب المكان رجعوا بنوا المدينة تاني وزودوا فيها المباني الضخمة وبيوت الملذات، واعتبروا ان الزلزال كان غضب وراح لحاله.
وفي اكتشافات حديثة للعلماء لقوا جثتين لرجلين ماتوا بطريقة غريبة، مش بسبب الحرارة ولا الاختناق، لكن بسبب حيطة ضخمة انزاحت عليهم أفقيا، يعني اتحركت بالعرض بسبب الزلازل وسحقتهم تماما. وده بيأكد ان الزلازل كانت بتهد البيوت فوق أصحابها قبل ما الحمم توصل لهم أصلا. بلينيوس اللي شاف الكارثة قال ان الزلازل كانت قوية جدا لدرجة ان العربيات ما كانتش بتثبت في مكانها حتى لو سندوها بحجارة. والزلزال العنيف اللي حصل بعد الفجر خلى الهروب من المدينة مستحيل، لأن المباني كانت بتقع في الشوارع وتسدها، ومن كتر الهزات وقوتها الناس شافت البحر بيتراجع لورا لدرجة إن الكائنات البحرية بقت ميتة على الرمل الناشف. وده طبعا منع أي حد إنه يفكر يهرب عن طريق المراكب، فاتحبسوا في جحيم البركان والزلزال. يعني الزلازل هي اللي كتفت سكان بومبي ومنعتهم يجروا، وهدت عليهم البيوت اللي كانوا فاكرين إنها هتحميهم من رماد فيزوف. السر اللي ورا تجميد جثث سكان بومبي وحفظها بكل دقتها لحد النهارده بيرجع لعمليه طبيعيه مذهله ومرعبه في نفس الوقت. الابحاث كشفت ان السكان ما لقوش وقت حتى يهربوا او يغطوا وشوشهم، وده بسبب موجه الحراره الملتهبه اللي وصلت ل 500 درجه مئويه غطت المدينه بسرعه خياليه. الحرارة دي كانت كفيلة انها تقتل الانسان في اقل من جزء من الثانية، وده اللي خلى الجثث تفضل متجمدة على نفس وضعيتها لحظة الموت، سواء كان الشخص نايم او جالس او حتى بيحاول يستخبى. وبعد الموت اللحظي ده سقط الرماد والغبار البركاني زي المطر الكثيف، ودفن الجثث تحت أمطار طويلة وصلت في بعض المناطق ل75 قدم. الغبار ده اشتغل كأنه أسمنت طبيعي، أحاط الأجسام تماما وعزلها عن الهواء. ومع مرور الزمن وبدل من إن الجثث تتحلل وتختفي تماما، حل الغبار البركاني محل الخلايا الحية الرطبة في الأجسام. العملية دي حولت الأجسام لما يشبه الجثث الأسمنتية المتحجرة، وحفظت تفاصيل الجسم والشكل حتى ملامح الوجوه والملابس زي ما هي بالظبط. وده اللي خلى مدينة بومبي تفضل معزولة تماما عن أي عوامل تعرية أو عبث بشري لمدة 1700 سنة، لحد ما تم اكتشافها وهي محتفظة بكامل تفاصيلها، وكأن الزمن وقف عندها وحولها لكبسولة طبيعية. اشتهرت مدينة بومبي بأنها كانت مرتع للأغنياء والسياح عشان اللي كانت بتقدمه من ممارسات غير أخلاقية وانتشار لبيوت الدعارة والغرف الصغيرة المخصصة للرذيلة في كل مكان. وكانوا بيمارسوا الزنا والشذوذ الجنسي حتى مع الحيوانات وفي الشوارع وأمام الأطفال، وانتشرت الرسوم الإباحية على جدران المباني والحمامات. وده اللي خلى فيه تشابه بينهم وبين قوم لوط اللي ذكرهم ربنا في القرآن الكريم واللي سبقوهم بنفس الأفعال. وعلماء الدين قالوا إن ده كان غضب وبلاء حل بالمدينة عقابا ليهم على انتشار الرذائل وممارستها في الشوارع وأمام الأطفال، فربنا جعل المدينة عبرة لمن يعتبر زي الأقوام اللي سبقوهم، قوم عاد وقوم ثمود وقوم لوط. فأصبح مصيرهم درس للأجيال اللي جت بعدهم لما بقيت جثثهم متحجرة على هيئتها اللي ماتوا عليها، عشان تكون شاهد حقيقي على عاقبة التحرر الجنسي الفاجر. وذكروا كمان إن العذاب اللي حل بأهل المدينة فجأة وهم على حالاتهم وما ظهرش على الجثث أي علامة للتأهب أو الفرار، وده مرتبط بمفهوم المسخ أو العذاب اللي بيأتي بغتة، وذلك لقوله تعالى: ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. وكمان إهلاك القرى الظالمة واستبدالها بأقوام آخرين، وربطوا مباشرة بين عاقبة المجرمين من قوم لوط الذين أمطروا بمطر من سوء وبين الرماد والحمم اللي أمطرت على بومبي. وما اقتصرش الربط على الفاحشة فقط، ولكن شمل الظلم والطرف الشديد، لأن أثرياء بومبي كانوا بيستمتعوا بمشاهدة المصارعة القاتلة بين البشر والحيوانات، وقتلوا الموحدين. وده بالظبط نفس عقاب الأقوام اللي أهلكهم ربنا بسبب طغيانهم وترفه. وفي صمت بومبي مش بنشوف كارثة، احنا بنحس بحاجة أعمق من كده بكتير. كل حاجة كانت ماشية عادي، وفجأة الأرض اتكلمت بأمر ربنا فاهتزت وانفجرت وخلت الإنسان يفتكر حجمه الحقيقي. احنا مش أصحاب المكان، احنا مجرد عابرين، وكل حاجة حوالينا من جبل ساكن لهوا بسيط ماشية بأمر واحد بس. لو ربنا أراد كل حاجة تهدى، ولو شاء تقوم في لحظة. وحكاية بومبي مش بس نهاية مدينة، دي رسالة لحد النهاردة إن
القوة مش في اللي بنبنيه، القوة في اللي خلق وسخر كل ده. ويفضل سؤال واحد، إذا كانت كل القوة دي مسخرة فهل إحنا قريبين من خالقها ولا غافلين رغم كل الآيات اللي حوالينا؟